اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة الشنطة الجميلة دي، وبجد وانتي بتتفرجي على الفيديو هتتفاجئي من السهولة بتاعتها. مش بتاخد خيط خالص، غير انها بتخلص بسرعة جدا، وزي ما انتي شايفة قد ايه واسعة من جوه. اذا اول مرة تشوفيني انا اسمي منى، ما تنسيش الاشتراك، واكيد مستنية اللايك وكمان الكومنت تعرفيني بتشوفيني من اي مكان. ويلا بينا نبتدي. استخدمت 450 جرام من خيط المكرمية المصري، واستخدمت معاه ابرة رقم 5.5 ملي. اول حاجة بدأت وعملت عقدة بداية، واشتغلت 53 سلسلة. طول السلسلة اللي اشتغلناها كان 45 سنتي. ده وش السلسلة انا مش بشتغل فيه، انا بقلب السلسلة كده على ظهرها وببتدي اشتغل في الحلقات اللي ورا دي. السلسلة الاولى طبعا مش بشتغل فيها، بشتغل من السلسلة التانية على طول، وهشتغل 6 غرزة حشو. عملنا خلاص 6 غرزة حشو. السلسلة اللي عليها الدور في حلقة ظهر السلسلة هعمل غرزة نص عمود، وبعدين اعلمها. وفي حلقات ظهر السلسلة اللي بعدها هشتغل 15 غرزة عمود بلفة. بلف الخيط على الإبرة، ادخل في حلقة ظهر السلسلة، اسحب خيط، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، وهكذا لحد ما اكملهم 15 غرزة عمود بلفة. خلاص كملنا 15 غرزة عمود بلفة. هيجي في السلسلة اللي بعدها وهدخل في حلقة ظهر السلسلة وهعمل غرزة نص عمود وهعلمها، وبعدين هشتغل 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6. والغرزة اللي عليها الدور هعمل غرزة نص عمود وهعلمها، وبعدين ارجع اكرر تاني 15 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5. هكملهم 15 غرزة عمود بلفة. خلصنا خلاص 15 غرزة عمود بلفة. هعمل في السلسلة اللي بعدها غرزة نص عمود وهعلمها. هلاقي متبقي عندي 6 سلسلة. ال6 سلسلة دول هشتغل فيهم 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6.
مجموع الغرز 52 غرزة. عملنا ايه بقى؟ 6 غرزة حشو، 1 غرزة نص عمود وعلمتها، وبعدين 15 غرزة عمود بلف، وبعدين عملت غرزة نص عمود مرة كمان وعلمتها، وبعدين عملت 6 غرزة حشو، غرزة نص عمود وعلمتها، وبعدين 15 غرزة عمود بلفة، وبعدين غرزة نص عمود وعلمتها، وبعدين 6 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهعمل السطر التاني. كل شغل الشنطة بعد كده هيكون في الحلقات الخلفية. أول حاجة هعملها 6 غرزة حشو في الحلقات الخلفية، وصلنا لغرزة النص عمود بفك العلامة وبعمل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية، وبعدين برجع أعلمها تاني، وبعدين هعمل 15 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، عملنا 15 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، ووصلنا لغرزة النص عمود اللي معلمينها. هفك العلامة وهدخل أعمل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية وأرجع أعلمها تاني، وبعدين هشتغل 6 غرزة حشو في الحلقات الخلفية، وصلنا لغرزة النص عمود اللي معلمينها. هفك العلامة وهدخل برضو في الحلقة الخلفية وأعمل غرزة نص عمود وأرجع أعلمها تاني، وبعدين هشتغل 15 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، وصلنا لغرزة النص عمود اللي معلمينها. هفك العلامة وهشتغل برضو غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية وهرجع أعلمها تاني، وآخر 6 غرز في الصف بيكونوا حشو في الحلقة الخلفية. وكده أنا خلصت السطر التاني بتاعي. المفاجأة بقى ان هو ده النمط اللي انا هشتغل عليه باقي جسم الشنطة كله بدون لا تزايد ولا تناقص. هعمل معاكم سطر كمان. هرتفع سلسلة ألف في الشغل. أول 6 غرز بيكونوا حشو في الحلقة الخلفية، مكان العلامات دايما بيكون غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. بعمل غرزة النص عمود وأرجع تاني أحط العلامة، وبعدين هعمل 15 غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية، وصلنا للعلامة ومكان العلامة بيكون غرزة نص عمود. بفك العلامة بعمل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية وبرجع العلامة تاني، وبعدين هشتغل 6 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وصلنا لغرزة النص عمود. هفك العلامة وهعمل
مكانها غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية، وارجع احط العلامة تاني، وبعدين هشتغل 15 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية. وصلنا لعلامة النص عمود، هفكها واعمل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية، وارجع احط العلامة بتاعتي تاني. واخر 6 غرز في السطر هيكونوا غرزة حشو في الحلقة الخلفية. يعني بشتغل ازاي؟ اول حاجة 6 غرزة حشو، بعدين نص عمود، بعدين 15 غرزة عمود بلفة، بعدين نص عمود، وبعدين 6 غرزة حشو، وبعدين نص عمود، وبعدين 15 غرزة عمود بلفة، وبعدين نص عمود، وبعدين 6 غرزة حشو. وطبعا كل الشغل بتاعنا بيكون في الحلقات الخلفية. انا هفضل بقى شغالة بالطريقة دي لحد ما ارتفع عدد سطور. انا ارتفعت بالظبط 20 سطر او ما يعادل 33 سنتي. هبتدي اتني القطعة بتاعتي على بعض عشان اقفلها من الجنب. انا طبعا الخيط بتاعي لسه مفصلتوش. هاجي في اول غرزة في الجنب كده وابتدي اطلع الخيط اللي في القطعة نفسه منها كده، واعمل سلسلة، وبعدين هرجع ادخل تحت الحلقتين في اول غرزة خالص. مع اول غرزة في الجنب تحت الحلقتين اسحب خيط واعمل غرزة حشو، اروح للسلسلة اللي بعدها مع الغرزة اللي قدامها في الجنب واسحب خيط واعمل برضو غرزة حشو، وهكذا اكرر. انزل تحت الحلقتين مع تحت الحلقتين في الجنب، اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وهكذا لحد ما اقفل الجنب بتاعي كله. كده وصلنا في الجنبين لغرزة النص عمود اللي احنا كنا عاملينها ومعلمينها. كده انا ماشية في التقفيل بتاعي صح، كل غرزة مع اللي قدامها. هفضل بقى ماشية بالطريقة دي لحد ما اخلص الجنب كله. كده انا قفلت الجنب بتاعي كله بغرز الحشو. هعمل سلسلة تثبيت وافصل الخيط بالولاعة، واطلع الخيط من الابرة وابتدي بقى انضفه تحت الغرز. وابتدي اقفل الجنب التاني بتاعي بنفس الطريقة. هدخل بالابرة بتاعتي في اول غرزة، واول غرزة كمان في الجنب اسحب خيط واعمل سلسلة، وبعدين هرجع تاني بالابرة بتاعتي لاول غرزة مع اول غرزة في الجنب، واسحب خيط واعمل غرزة حشو. ومنساش اخد الخيوط دي معايا وانا شغالة انضفها تحت الغرز. واكمل بقى زي ما قفلت الجنب التاني تحت الحلقتين كده، ادخل بالابرة بتاعتي واسحب خيط واعمل غرزة حشو على طول الجنب كله. كده انا قفلت القطعة بتاعتي من الجنبين. هبتدي بقى اقلب القطعة بتاعتي على الوش بتاعها.
ده كده شكل الخياطة بتاعت الجنبين. استخدمت اكسسوار برنسس ميد او تقدري تستخدمي اكسسوار عادي ومغناطيس، حلقتين سهلة الفتح وسلسلة. تقدري تعملي لها ايد من الكروشيه، يعني حرفيا مش هتاخد معاكي ساعتين وهتلاقيها خلصت، والنتيجة بتاعتها تحفة وواسعة جدا وشيك جدا جدا. يلا بقى لايك وشير، وكمان مستنية الكومنت بتاعك تقولي لي رأيك في الشنطة وبتتابعيني من اي مكان. لينكات برنسس ميد كلها هتلاقيها متثبتة عندك في اول تعليق. متنسيش الاشتراك عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني في فيديو جديد.